كيفية معرفة علماء الجرح والتعديل بحال الرواه. علماء الجرح والتعديل هم كبار علماء المحدثين، وقد جمعوا بين سعة الحفظ ودقة النظر والنقد مع العدل والإنصاف، لذا فقد كانوا يحرصون على جمع الحديث الواحد بالأسانيد الكثيرة، ثم يقارنون بين رواية الرواه ليعلموا من أصاب منهم ومن أخطأ، وليتبين لهم الصادق من الكاذب، وليميزوا درجاتهم في الحفظ والإتقان. فهذا هو الميزان الدقيق الذي يعرف به علماء الجرح والتعديل حال الراوي، يقارنون رواياته بروايات زملائه، فإذا وجدوه يوافقهم علموا أنه ثقة متقن، وإذا رأوه يخالفهم ويزيد وينقص ويخطئ في الأسانيد أو يخطئ في متون الأحاديث عرفوا حاله في الحفظ. وإذا وجدوه يأتي بما لم يأتي به زملاؤه عن شيخهم يعرفون أنه يكذب على الشيخ، حيث روى ما لم يروه غيره. قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله. انتهى كلام مسلم. هذه طريقة المحدثين في معرفة حال الراوي، فإذا وجدوه يروي ما لم يروه زملاؤه عن نفس الشيخ علموا أنه يكذب، أو علموا أنه يخطئ، أو علموا أنه يهم وتكثر مخالفته، سواء كان هذا الراوي زاهدا أو كان إماما في القرآن أو كان من علماء السنة. إذا لم يكن ضابطا لحديثه ولا يوافق أحاديث غيره فإنهم يضعفونه ولو كانوا يحبونه ولو كانوا يجلونه. وسنذكر في هذا المجلس أمثلة لعلماء أجلاء في القرآن أو في الفقه أو في السنة، ومع ذلك ضعفهم المحدثون وإن كانوا يحبونهم ويجلونهم، لأنهم وجدوا أن أحاديثهم لا يوافقون فيها أحاديث زملائهم. كذلك سنذكر في هذا المجلس إن شاء الله أحاديث لرواه من الشيعة أو من القدرية أو غيرهم ممن يخالفون أهل السنة في العقيدة، لكنهم أتقنوا حديثهم وحفظوه، ومع ذلك ولذلك قبلهم المحدثون وصححوا أحاديثهم، لأنهم وجدوا أن أحاديثهم لا تخالف أحاديث زملائهم، وسنذكر أمثلة بإذن الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله في كتابه الجرح والتعديل: وجب أن نميز بين عدول الرواه وثقاتهم وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم، وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة. ولما كان الدين هو الذي جاءنا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل الرواه، حق علينا معرفتهم، ووجب الفحص عن الناقلة والبحث عن أحوالهم وإثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة والثبت في الرواية، مما يقتضيه حكم العدالة في نقل الحديث وروايته، بأن يكونوا أمناء في أنفسهم علماء بدينهم أهل ورع وتقوى وحفظ للحديث وإتقان به وتثبت فيه، وأن يكونوا أهل تمييز وتحصيل لا يشوبهم كثير من الغفلات ولا تغلب عليهم الأوهام فيما قد حفظوه ووعوه، ولا يشبه عليهم بالأغلوطات، وأن يعزل عنهم الذين جرحهم أهل العدالة وكشفوا لنا عن عوراتهم في كذبهم وما كان يعتريهم من غالب الغفلة وسوء الحفظ وكثرة الغلط والسهو والاشتباه، ليعرف به أدلة هذا الدين، وليعرف أهل الكذب تخرصا وأهل الكذب وهما وأهل الغفلة والنسيان والغلط ورداءة الحفظ، فيكشف عن حالهم فيسقط حديث من وجب منهم أن يسقط حديثه ولا يعبأ به ولا يعمل عليه، وهؤلاء هم الكذابون أو الذين فحش غلطهم وكثرت الأوهام في حديثهم وإن لم يتعمدوا الكذب، فيطرح المحدثون حديثهم لأنهم وجدوا أنهم لا يتقنونه أو أنهم يكذبون.
في الحديث عمدا، سواء كان كذبهم عمدا أو كان سهوا، يطرحون حديث هذا الصنف. قال: ويكتب حديث من وجب كتب حديثه منهم على معنى الاعتبار، وهؤلاء هم الضعفاء الذين يوافقون زملائهم في بعض الأحاديث ويخالفونهم في بعض الأحاديث، فعلموا أنهم في الحفظ ضعفاء، حفظهم غير متقن، لكن لم يفحش غلطهم ولم يكثر تفردهم بحيث أنهم يطرحون حديثهم، فيكتبون أحاديثهم على وجه الاعتبار للاستشهاد وللاستئناس، وربما كان حديثهم صحيحا في نفس الأمر، لذلك كتبوه حتى لا يضيع شيء من السنة، لأن هذا الصنف يقول عنه المحدثون ضعيف أو صدوق له أوهام ونحو ذلك. قال ابن أبي حاتم: ثم احتيج إلى تبيين طبقاتهم ومقادير حالاتهم وتباين درجاتهم، ليعرف من كان منهم في منزلة الانتقاد والبحث عن الرجال والمعرفة بهم، وهؤلاء هم أهل التزكية والتعديل والجرح، ويعرف من كان منهم عدلا في نفسه من أهل الثبت في الحديث والحفظ له والإتقان فيه، ومنهم من قد ألصق نفسه بهم ودلسها بينهم، ممن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال منهم الكذب، فهذا يترك حديثه ويطرح روايته ويسقط ولا يشتغل به. انتهى بتصرف واختصار. والمحدثون رحمهم الله لا يحابون أحدا، لا قريبا ولا بعيدا، ولا حبيبا إليهم ولا بغيضا، والعبرة عندهم في قبول الحديث بالحفظ والعدالة وترك المخالفة، ولذا نجدهم يضعفون أحاديث بعض الصالحين والزهاد والقراء الكبار والفقهاء الأجلاء، لكونهم لم يضبطوا الأحاديث التي رووها، أو رووا ما لم يتابعهم عليها متابع من أقرانهم عن شيوخهم، وكثر تفردهم بأشياء لا يتابعون عليها عن شيوخهم ولا عن شيوخ شيوخهم، فظهر للمحدثين كثرة أغلاطهم في الأسانيد أو في المتون، فضعفوا أحاديثهم وإن كانوا يحبونهم ويجلونهم لصلاحهم وزهدهم ودينهم وفقههم. وهذه بعض الأمثلة التي تثبت إنصافهم. واحد: فرقد ابن يعقوب السبخي قال: يحيى بن سعيد القطان ما يعجبني الحديث عنه. وقال أحمد بن حنبل: رجل صالح ليس بقوي في الحديث، لم يكن صاحب حديث، لم يكن يهتم بكتابة الأحاديث التي سمعها والاعتناء بها وروايتها كما سمعها، فكان يخلط في المتون، يخلط في الأسانيد، يزيد وينقص. عرف العلماء ذلك بمقارنة رواياته بروايات زملائه، فوجدوا أنه ليس صاحب حديث وليس معتن بما سمعه من الأحاديث. وقال البخاري في حديث مناكير. وقال يعقوب بن شيبة: رجل صالح ضعيف الحديث جدا، هو رجل صالح في نفسه لكن في الحديث ضعيف جدا. وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث. وقال أبو أحمد بن عدي: كان يعد من صالح أهل البصرة وليس هو كثير الحديث. انتهى من تهذيب الكمال للمزي. اثنان: يزيد بن أبان الرقاشي الزاهد العابد واعظ أهل البصرة. قال النسائي وغيره: متروك، يعني في الحديث متروك، لا يشتغل بكتب حديثه، لأنهم وجدوا أن أحاديثه لا يوافق فيها زملائه بل يخالفهم. وقال الدارقطني وغيره: ضعيف. وقال أحمد: كان يزيد منكر الحديث. وقال يحيى بن معين في حديثه ضعف. وقال الفلاس: ليس بالقوي. انتهى من ميزان الاعتدال للذهبي. ثلاثة: محمد بن الفضل بن عطية قال الذهبي: ضعيف متروك بالإجماع على زهده وعبادته. وقال الخطيب البغدادي: سكن بخارى وحدث بها بمناكير وأحاديث معضلة، وقدم بغداد وحج 36 أو 37 حجة، فهو من كبار العباد، ومع ذلك ضعفه المحدثون لأنهم قارنوا رواياته بروايات زملائه، فوجدوا أنه يحدث بما لم يحدث به زملاؤه. وهذا عند المحدثين أمر منكر جدا، أن الإنسان يحدث عن شيخ ما لم يتابعه غيره، هذه مصيبة عند المحدثين.
كيف تحدث عن شيخ ما لم يتابعك غيرك من المحدثين؟ فإذا كثر تفرده عن شيخ وغيره من زملائه لا يرون عن هذا الشيخ نفس ما روى يضعفونه ويجعلون أحاديثه مناكير لا تقبل. 3 محمد. 4 عبد الله بن جعفر بن نجيح والد الإمام الجهبذ علي بن المديني. قال الذهبي في ميزان الاعتدال متفق على ضعفه. قال ابن المديني أبي ضعيف. ابن المديني من كبار علماء الجرح والتعديل وهو أشهر شيوخ البخاري. قال أبي ضعيف فلا يجامل أحدا. وقال يحيى بن معين ليس بشيء. وقال أبو حاتم منكر الحديث جدا. وقال النسائي متروك الحديث. وقال الجوزجاني واهن. فهذا الراوي هو جليل القدر ووالد علي بن المديني، لكن المحدثون لا يجاملون أحدا. حين قارنوا رواياته بروايات زملائه وجدوا أنه لا يوافقهم ويزيد وينقص ويخطئ في المتون يخطئ في الأسانيد فضعفوه وجعلوه متروك الحديث. 5 حفص بن سليمان الأسدي الكوفي القارئ المشهور صاحب عاصم بن أبي النجود في القراءة، وأكثر المسلمين اليوم يقرؤون القرآن على روايته. هو إمام عظيم، إمام كبير في القرآن. أتقن من روى القراءة عن عاصم هو حفص، كان متقن جدا في القرآن، لكنه في الحديث ضعيف جدا، لم يكن يعتني بالأحاديث، كان مشغولا بالقرآن وإقراء القرآن وتعليم القرآن، وكان عنده بعض الأحاديث رواها، فقارن العلماء رواياته بروايات غيره فوجدوا أنه أخطأ فيها فضعفوه جدا. وكان ربما يأخذ كتاب من كتب من سمع الأحاديث وينسخها ثم يرويها عن المشايخ من غير أن يكون قد سمعها، وهذا منكر عظيم عند المحدثين، أنه يحدث عن رواه لم يسمعهم، وإن لم يكذب لم يقل هم حدثوني، لكن يروي عنهم بعن، يقول عن فلان وعن فلان، ويروي عنهم أحاديث هو أصلا لم يسمعها منهم. فالعلماء ضعفوا حفص جدا وجعلوه متروك الحديث، لأنه لم يكن من أهل الحديث، هو من أهل القرآن وهو إمام في القرآن، لكن في الحديث وجدوا أنه ضعيف جدا فضعفوه كما تسمعون. قال لكنه في الحديث ضعيف جدا، لم يكن يكذب ولكنه شغل بالقرآن عن الحديث فلم يضبط ما رواه من الحديث فاختلطت عليه الأسانيد فضعفه أهل الحديث ولم يحابوه مع معرفتهم بجلالته ومنزلته في القرآن. ذكره الإمام ابن حبان في كتابه المجروحين وقال عنه كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. هذا من أخطاء كثير من الضعفاء أنه يخطئ في الأسانيد، إسناد يكون لمتن وإسناد آخر يكون لمتن آخر، فيجعل هذا الإسناد لهذا المتن ويجعل إسناد ذلك المتن للمتن الآخر، يقلب لأنه ليس من أهل الحديث. ويرفع المراسيل، يكون الحديث أصله مرسل عن الحسن البصري قال رسول الله، والحسن البصري تابعي، فهو يأتي يقول عن الحسن البصري عن أنس بن مالك، فيرفع المراسيل لعدم اعتنائه بالحديث. وكان يأخذ كتب الناس فينسخها ويرويها من غير سماع. سمعت محمد بن محمود يقول سمعت الدارمي يقول سألت يحيى بن معين عن حفص بن سليمان الأسدي فقال ليس بثقة. انتهى كلام ابن حبان. وذكره الإمام العقيلي في كتابه الضعفاء الكبير وقال حدثنا عبد الله قال سمعت أبي يعني أحمد بن حنبل يقول حفص بن سليمان القارئ متروك الحديث. حدثنا محمد بن عبد الحميد السهمي قال حدثنا أحمد بن محمد الحضرمي قال سألت يحيى بن معين عن حفص بن سليمان قال ليس بشيء، يعني لم يكن من أهل الحديث. قال حدثنا أحمد بن محمود الهروي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال سألت يحيى بن معين عن حفص بن سليمان الأسدي الكوفي كيف حديثه قال ليس بثقة. حدثني آدم بن موسى قال سمعت البخاري قال حفص بن سليمان الأسدي تركوه. انتهى. إذن المحدثون تركوا حديثه وعلموا أنه لم يكن من أهل الحديث، وإن كانوا يجلونه وإن كانوا يقرؤون القرآن بروايته عن عاصم، لكنه في الحديث ضعيف جدا.
6. صالح بن محمد بن زائدة المدني العابد المجاهد، كان صاحب ليل وتأله وجهاد في سبيل الله، ومع هذا قال عنه يحيى بن معين ضعيف الحديث. وسرد الحافظ الكبير بن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال بعض أحاديثه الضعاف، ثم قال: ولصالح بن محمد بن زائدة غير ما ذكرت من الحديث، وبعض أحاديثه مستقيمة، وهي التي وافق فيها غيره، أما ما خالف أو تفرد فهذه لا تقبل. قال: وبعضها فيه إنكار، وليس له من الحديث إلا القليل، وهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم، يعني هو ضعيف وليس كذاب ممن يطرح حديثهم، وإنما هو من الضعفاء الذين تكتب أحاديثهم للاعتبار، لأن بعضها قد تكون صحيحة، فالعلماء يكتبون مثل هذه الأحاديث وإن كانوا يتوقفون في صحتها، لأن الذي تفرد بها راو معروف بتفرده وعدم موافقته لغيره من الرواة. 7. الإمام أبو حنيفة النعمان الكوفي أحد الأئمة الأربعة المشهورين في الآفاق، قال عنه الإمام الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، ومع هذا ضعفه المحدثون من قبل حفظه، فهو إمام في الفقه لكنه ضعيف عندهم في الحديث. انظر ترجمته في كتاب ميزان الاعتدال للذهبي، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي. 8. الإمام نعيم بن حماد الخزاعي المروزي الفرضي صاحب التصانيف، وأول من صنف المسند، وكان من أعلم الناس بالفرائض، وكان إماما في السنة شديدا على أهل الأهواء، ومحبوبا عند أهل السنة، وحبس في فتنة خلق القرآن، ومات في حبسه مقيدا رحمه الله، وأوصى أن يدفن بقيوده ليخاصم من حبسه ظلما، ومع هذا ضعفه كثير من المحدثين، ولو حابوا أحدا لحابوه. قال عنه أبو زرعة الدمشقي: يصل أحاديث يوقفها الناس، يعني توجد أحاديث هي عن صحابي فهو يخطئ فيرويها عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخالف زملائه الذين رووها عن نفس المشايخ الذي رواه عنهم هذه الأحاديث، لكنه وصلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رفعها. وقال الإمام أبو داود عن نعيم بن حماد نحو 20 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها أصل. حين قارنوا رواياته بروايات زملائه وجدوا أنه تفرد ب20 حديث ليس لها أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يروها شيوخ نعيم، ولم يروها شيوخ شيوخه، ولم يروها التابعون، ولم يروها أحد من الصحابة إلا بهذا الطريق الذي تفرد به نعيم، فلذلك ضعفه المحدثون. وقال النسائي ليس بثقة. وقال الحافظ أبو علي النيسابوري: سمعت النسائي يذكر فضل نعيم بن حماد وتقدمه في العلم والمعرفة والسنن، له فضل عظيم في الدين والتمسك بالسنة وفي معرفة الفرائض، وهو أول من صنف مسند، أول من صنف مسند، يعني المسند أن يؤلف العالم أحاديثه، يكتب أحاديثه التي جمعها عن شيوخه بحسب المسانيد، مسند أبي بكر، ويسرد أحاديث أبي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علي، مسند بقية الصحابة، بقية الصحابيات، وهكذا. هذا هو المسند. أول من صنف مسند هو نعيم بن حماد، وهو جليل القدر، ومع ذلك ضعفه العلماء. قال النسائي بعد أن ذكر فضله وتقدمه في العلم والمعرفة والسنن، ثم قيل له في قبول حديثه فقال: قد كثر تفرده عن الأئمة المعروفين بأحاديث كثيرة، فصار في حد من لا يحتج به. المحدثون عندهم مصيبة عظيمة أن الراوي يتفرد بحديث عن شيخه ولم يروي هذا الحديث زملائه، هذا التفرد مصيبة عندهم، علامة استفهام: لماذا تتفرد بهذا الحديث؟ عندهم العلم ما تواطأت عليه الروايات وجاء من ها هنا ومن ها هنا، كثرت الطرق، أما يأتي بحديث واحد ويتفرد به ولم يروه غيره، فهذا عند المحدثين علامة استفهام. إذا كثر تفرد الراوي بأحاديث لم يروها غيره يضعفونه، ومعنى يضعفونه يتوقفون في صحة حديثه،
لكن إذا علموا أنه يكذب يطرحون حديثه، ويعرفون ذلك بالقرائن وبالنظر في المتون وبالنظر في كثرة تفرده. فبعض العلماء يقول في بعض هؤلاء المتفردين كذاب، وبعضهم قد يقول ضعيف جدا كثر تفرده، فيتوقف في الاحتجاج به. وقال الحافظ الذهبي: نعيم بن حماد من كبار أوعية العلم، لكنه لا تركن النفس إلى رواياته. وقال الذهبي أيضا: لا يجوز لأحد أن يحتج به، وقد صنف كتاب الفتن فأتى فيه بعجائب ومناكير. له كتاب الفتن، كتاب مشهور، والعلماء كتبوه ورووه، لأن كثيرا من الأحاديث التي فيه يضعفونها ولا يحكمون عليها بأنها موضوعة، لكن يضعفونها لأنه تفرد بها هذا الراوي نعيم ابن حماد ولم يرويها غيره، فحكموا عليها بالضعف وكتبوها لاحتمال أن بعضها تكون صحيحة، لأن هذا معنى الحديث الضعيف. إذا قالوا حديث ضعيف يعني نتوقف في صحته، ليس مثل الموضوع الذي يحكمون أنه مكذوب على النبي. الحديث الضعيف غير الموضوع مكذوب على النبي، خلاص تبين لهم أن أحد الرواة كذب وادعى عن مشايخه أنه سمع هذا الحديث وتبين أنه لم يسمعه، حديث موضوع مكذوب. أما الحديث الضعيف يوجد احتمال أن النبي قاله، لذلك كتبه العلماء وتوقفوا في صحته وقالوا هذا حديث ضعيف. وقال ابن عدي عقيب ما ساق له من المناكير، بعد أن ذكر بعض الأحاديث المنكرة يعني التي لم يرويها غير نعيم بن حماد، قال ابن عدي: وقد كان أحد من يتصلب في السنة ومات في محنة القرآن في الحبس، وعامة ما أنكر عليه هو ما ذكرته. سرد الأحاديث المنكرة. قال: وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيما، أرجو أن يكون باقي حديثه مما لم يتفرد به مستقيما. فهذه الأمثلة تبين بوضوح أن المحدثين لا يحابون أحدا، فقد يضعفون من يجلونه إذا كان لا يحفظ حديثه، ويوثقون من يحفظ حديثه الذي سمعه من شيوخه ولو كان يخالفهم في المذهب، فقصدهم حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمييز صحيحها من سقيمها، وأفنوا أعمارهم في هذا السبيل، فتفرغوا لحفظ السنة بمتونها وأسانيدها، وأتعبوا أنفسهم في جمع طرق الأحاديث وتمييز روايات الرواه. والميزان عندهم في نقد الرواه هو الحفظ والإتقان والعدالة، وعدم الخطأ والمخالفة والشذوذ من غير محاباة لأحد. وكيف يحابون أحدا على سنة رسول الله التي عاشوا من أجل حفظها وتخصصوا في تمييز صحيحها من سقيمها؟ وأي راو كان يروي الأحاديث كتبوا أحاديثه، سواء كان من أهل السنة، سواء كان من الشيعة، سواء كان من الخوارج، سواء كان من القدرية، أي راو كان يقول لهم حدثني فلان عنه يكتبون أحاديثه، ثم يقارنون رواياته بروايات غيره، فيتبين لهم حاله، يتبين لهم أنه صاحب حديث وأنه متقن أو أنه يكذب أو أنه كان يغلط كثيرا، فيعلمون حاله. فأي راو كان يحدث يكتبون أحاديثه ثم يعرفون الحكم عليه. ومن إنصافهم أنهم وثقوا كثيرا من الرواه مع كونهم من القدرية أو المرجئة أو الشيعة، ورووا أحاديثهم وقبلوها وصححوها إذا كانوا ثقات، ولم يمنعهم مخالفتهم في المذهب من إنصافهم ورواية حديثهم وقبوله والاحتجاج به، لأن مقصدهم حفظ السنة. فمن جاءهم بحديث ضبطه عن شيخه بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبلوه، واستحق عندهم أن يقبلوا رأسه لضبطه لذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناظر في كتب الجرح والتعديل يجد كثيرا من رواة الشيعة وثقهم أهل الحديث رحمهم الله لصدقهم وضبطهم لما رووه. وينبغي التنبه إلى أن تشيع أولئك الرواة ليس كتشيع متأخري الشيعة الذين يدعون غير الله ويؤمنون بغيبة المهدي المنتظر ويجيزون نكاح المتعة ويدينون بالتقية وغير ذلك من الطامات والضلالات، وإنما كان تشيع بعض المحدثين من الرواة هو في تقديمهم علي بن أبي طالب على عثمان بن عفان رضي الله عنهما. والأمر في هذا سهل،
قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء: ليس تفضيل علي برفض ولا هو ببدعة، بل قد ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعين، فكل من عثمان وعلي ذو فضل وسابقة وجهاد، وهما متقاربان في العلم والجلالة، ولعلهما في الآخرة متساويان في الدرجة، وهما من سادة الشهداء رضي الله عنهما. ولكن جمهور الأمة على ترجيح عثمان على الإمام علي، وإليه نذهب، والخطب في ذلك يسير، والأفضل منهما بلا شك أبو بكر وعمر. من خالف في ذا فهو شيعي جلد، ومن أبغض الشيخين واعتقد صحة إمامتهما فهو رافضي مقيت، ومن سبهما واعتقد أنهما ليس بإمامي هدى فهو من غلاة الرافضة أبعدهم الله. انتهى كلام الذهبي من سير أعلام النبلاء المجلد 16 صفحة 457. وهؤلاء بعض رواة الشيعة الذين وثقهم أهل الحديث كما في كتب الجرح والتعديل المشهورة. 1. جاء في سؤالات ابن الجنيد لإمام الجرح والتعديل يحيى بن معين: سألت يحيى بن معين عن سعيد بن خثيمة الهلالي فقال: شيخ كوفي ليس به بأس ثقة. فقال رجل ليحيى: شيعي؟ قال: وشيعي ثقة وقدري ثقة. ونقله الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال، وابن حجر في تهذيب التهذيب. 2. جاء في سؤالات ابن الجنيد أيضا: سمعت يحيى بن معين ذكر حسينا الأشقر فقال: كان من الشيعة المغلية الكبار. قلت: فكيف حديثه؟ قال: لا بأس به. فكان من كبار الشيعة وممن يغلو في التشيع، لكن حديثه لا بأس به، لأنهم قارنوا رواياته بروايات زملائه فوجدوا أنه يوافقهم ولا يخالفهم، فقبله المحدثون وصححوا حديثه. قلت: صدوق؟ قال: نعم، كتبت عنه عن أبي كدينة ويعقوب القمي. ونقل هذا المزي في تهذيب الكمال، وابن حجر في تهذيب التهذيب. 3. جاء في تاريخ ابن معين رواية ابن محرز: وسمعت يحيى يقول: جعفر الأحمر شيعي ثقة. 4. جاء في تاريخ ابن معين رواية الدوري: سمعت يحيى يقول: فطر بن خليفة ثقة وهو شيعي. هكذا يقول ابن معين، فلا يمنع تشيعه من قبول حديثه ما دام متقن لحديثه وروى عن مشايخه ما لا يخالف زملائه، فعلم المحدثون أنه متقن وأنه حافظ فقبلوا حديثه وإن كانوا يخالفونه في مذهبه. 5. عباد بن يعقوب الرواجني الكوفي قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال: من غلاة الشيعة ورؤوس البدع، لكنه صادق في الحديث. وجاء في سؤالات الحاكم للدارقطني: قلت: فعباد بن يعقوب الرواجني قال: شيعي صدوق. ونقل المزي في ترجمته في تهذيب الكمال في أسماء الرجال عن الحاكم قال: كان أبو بكر بن خزيمة يقول: حدثنا الثقة في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب. فحين علموا أنه لا يكذب وأنه يروي ما يتابعه غيره، فعلموا أنه ثقة فرووا أحاديثه وإن كانوا يخالفونه في مذهبه. 6. علي بن المنذر بن زيد الأودي قال: النسائي شيعي محض ثقة. قال شيعي محض لكن ثقة فيقبل حديثه. 7. عبد الملك بن مسلم ابن سلام الحنفي أبو سلام الكوفي قال الحافظ ابن حجر: ثقة شيعي، كما في تقريب التهذيب. 8. علي بن غراب جاء في سؤالات ابن الجنيد: سألت يحيى بن معين عن علي بن غراب فقال: ما أرى كان به بأس، كان من الشيعة وما كان ممن يكذب. حين قارن روايات بروايات زملائه وجد أنه لا يخالفهم ولا يتفرد عنهم، فعلم أنه لم يكن يكذب فقبل حديثه وحكم عليه بأنه ثقة وإن كان شيعيا. وقال الحافظ بن حجر: قال الحسين بن إدريس: سألت محمد بن عبد الله بن عمار عن علي بن غراب فقال: كان صاحب حديث بصيرا به. قلت: أليس هو ضعيفا؟ قال: إنه كان يتشيع، ولست أنا بتارك الرواية عن رجل صاحب حديث بعد أن لا يكون كذابا للتشيع أو القدر، ولست براو عن رجل لا يبصر الحديث ولا يعقله ولو كان أفضل من فتح الموصلي. هذا فتح الموصلي من الزهاد،
فيقول ابن عمار: إذا كان الراوي صاحب حديث يعتني بأحاديثه التي رواها عن شيوخه ويروي ما لا يخالف روايات زملائه، قال: أنا أقبل حديثه وإن كان شيعي. وإن كان هذا الرجل ذا فضل وذا عبادة لكن لم يكن من أهل الحديث ولم يكن يروي ما يوافق رواية غيره، قال: لا أقبل حديثه وإن كان أفضل من هذا الزاهد فتح الموصلي. وقال ابن قانع عن علي بن غراب: كوفي شيعي ثقة. وقال ابن شاهين: قال عثمان بن أبي شيبة ثقة. ووقع في العلل للدارقطني بعد أن ذكر جماعة من جملتهم علي بن غراب فوصفهم بأنهم ثقات حفاظ. فهذا علي بن غراب كان ثقة حافظ متقن لحديثه، وإن كان شيعيا فالعلماء قبلوا أحاديثه وكتبوها. 9. محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي، روى عنه أصحاب الكتب الستة: البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وروى عنه أحمد بن حنبل مع كونه شيعيا، لأنه كان ثقة لا يكذب ويحفظ حديثه. حين قارنوا رواياته بروايات زملائه وجدوا أنه متقن وأنه لا يخالف زملائه، فكتبوا أحاديثه. وروى عن جميع أصحاب الكتب الستة. قال حرب بن إسماعيل عن أحمد بن حنبل: كان يتشيع وكان حسن الحديث، لم يجدوا له أوهام ومخالفات لروايات غيره. وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: صدوق من أهل العلم، وصف بأنه صدوق لا يكذب وأنه من أهل العلم، لأنهم وجدوا أحاديثه لا يخالف غيره. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال أبو داود: كان شيعيا محترقا، يعني كان من غلاة الشيعة، وكما سمعتم ليس كتشيع المتأخرين، لكن مع ذلك قبلوا حديثه. وآخر حديث في صحيح البخاري هو من طريق محمد بن فضيل، آخر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. هذا آخر حديث في صحيح البخاري، رواه البخاري من طريق محمد بن فضيل بن غزوان. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكر ابن حبان في كتاب الثقات وقال: كان يغلو في التشيع، ومع ذلك لأنه صدوق روى عنه المحدثون. وكما سمعتم آخر حديث في صحيح البخاري من طريق هذا الراوي. 10. عدي بن ثابت الأنصاري، قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال: عالم الشيعة وصادقهم وقاصهم وإمام مسجدهم، ولو كانت الشيعة مثله لقل شرهم. ومع ذلك وثقه العلماء، وهو من رجال صحيح مسلم رحمه الله ذكر في صحيحه. وقال المسعودي: ما أدركنا أحدا أقول بقول الشيعة من عدي بن ثابت. وثقه أحمد، وأحمد العجلي أيضا وثقه، والنسائي. روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة، حتى البخاري روى عنه. نعم. ولم يكن تشيعه كتشيع المتأخرين، لذلك هو نفسه عدي بن ثابت روى عن البراء بن عازب الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. هو روى عدي بن ثابت عن البراء، فلم يكن تشيعه كتشيع المتأخرين. فمن قال العلماء فيه أنه متشيع من رواة الأحاديث كان في تقديم علي بن أبي طالب على عثمان رضي الله عنهم أجمعين. وكان بعضهم يغلو في التشيع فيفضل علي على الكل، ولا ينكر فضل الصحابة الآخرين، ولا ينكر فضل الأنصار، ولا يسب الصحابة. فالعلماء يقولون عنه شيعي، لكن كيف حال روايته؟ إذا وجدوا أنه لا يخالف روايات زملائه يوثقونه، وإن وجدوا أنه يخالف يضعفونه، سواء كان شيعيا أو كان سنيا أو كان حبيبا لهم أو كان بغيضا لهم. العبرة بموافقة غيره أو مخالفتهم، فإن كان متقن لحديثه لا يخالف غيره وثقوه وقبلوا حديثه، وإن كان يتفرد عن مشايخه بما لم يروي غيره من زملائه فإنهم يضعفونه، وإن كان حبيبا إليهم وإن كانوا يجلونه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.